السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال يا أخي الكريم، هل يجوز أن يتزوج ربيبة أبيه؟ نقول لله التوفيق، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز، لأن لا يوجد نسب ولا يوجد سبب. نعم، لا يوجد رضاع. هي امرأة كانت مطلقة أو أرملة وعندها بنت، ثم تزوجت رجل، فابن هذا الرجل رغب وأعجب في ابنة زوجة أبيه، فلا بأس إن تزوجها إن شاء الله عز وجل. جاء في موقع إسلام وجواب، أحدهم سأل سؤال: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبيه والتي رباها والدي؟ أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالا؟ فأجيب في السؤال في الإجابة، قال: ابنة زوجة أبيك تسمى ربيبة لأبيك، وهي محرمة على أبيك فقط إذا كان قد دخل بأمها، سواء رباها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربيها، وهو مذهب جمهور السلف والخلف ومذهب الأئمة الأربعة. وعند ذكر المحرمات على الرجال قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. نعم، إذن قيل بالنسبة في الربيبة، بالنسبة لك فالربيبة ليست من المحرمات على ابن زوج أمها، فيجوز لك أن تتزوجها من غير حرج. قد سئلت اللجنة الدائمة عن الزواج بابنة زوجة الأب فأجابت اللجنة الدائمة: يجوز للولد المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها. قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، سورة النساء. وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. نعم، بارك الله فيكم. هذا باختصار أيها الأحبة الكرام. فإذا يجوز، أسأل الله عز وجل أن يسعد المؤمنين ويزوج الصالحات بالصالحين، اللهم آمين.